في ليلة ما وقف شيخ كبير قدام ربه صوته خافت بيقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا زكريا عليه السلام عايش عمره كله في طاعة الله، نبي كبير لكن عنده أمنية وحيدة، عايز ولد يورثه النبوة. القرآن بيحكي لنا القصة دي عشان يقول لنا الدعاء مش علشان الضعفاء بس ولا علشان وقت الأزمات فقط، الدعاء سلاح الأقوياء اللي بيعرفوا يطلبوا من ملك الملوك. سيدنا زكريا ممكن كان يقول: أنا نبي كبرت في السن خلاص استسلم، لكن لا، فضل يرفع ايده ويدعي وربنا استجاب له. ليه دايما بنستنى الازمة علشان نرفع ايدينا وندعي؟ يمكن علشان الصورة اللي جوه عقولنا عن الدعاء اننا ندعي لما يكون في مشكلة، بس الحقيقة ربنا عمره ما قال ان الدعاء ليه توقيت معين، ولا قال انك لازم تكون في حال مثالي علشان يسمعك. الدعاء مش رفاهية وقت ما يكونش في الازمة، الدعاء هو باب مفتوح في كل وقت لكل قلب مهما كان حاله. قولوا اللي جواكم حتى لو مش مترتب، لان اللي سمع همس سيدنا زكريا هيسمعك حتى لو دعيت بصمت. والقرآن بيقول لنا: شوفوا سيدنا زكريا نبي كبير بيدعي وربنا استجاب له. ازاي نستخدم سلاح الدعاء؟ رقم 1: الدعاء اولا مش اخرا، ما تستناش المشكلة تقوم، ابدأ بالدعاء من دلوقتي. رقم 2: الدعاء في حالة الرخاء والشدة، سيدنا زكريا كان نبي ومع ذلك كان بيدعي. رقم 3: الدعاء بثقة، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. رقم 4: سيدنا زكريا ما طلبش بس، ده فتح قلبه قدام ربنا وقال له خوفه بصراحة، وكأن الدعاء بقى مساحة أمان للمشاعر اللي محدش غير ربنا يقدر يحتويها. ربنا بيقول في القرآن: ادعوني أستجب لكم، مش ادعوني يمكن أستجب لكم، لا، أستجب لكم. فلو قلبك فيه أمنية ساكتة أو وجع مش لاقيله كلام، ارفع ايدك زي ما سيدنا زكريا رفعها. مش مهم صوتك قد ايه واضح، المهم انك صادق. الدعاء مش رفاهية، الدعاء هو باب مفتوح دايما، بس محتاج قلب صادق.